لو في اكله هختار ان هي تكمل معايا طول حياتي اكيد هتبقى الجمبري، لانه بجد دايس في اي حاجه، مقلي مشوي هتلاقوه، مع مكرونه مع رز لايق جدا، ده حتى احنا ممكن ناكله ني. والنهارده بقى قررت ان انا هعمل الجمبري باكتر طريقه انا بحبها في حياتي. ظبطت بقى الجمبري ونضفته كويس جدا وشلت عيونه عشان مش منطقي اكل حاجه بتبصلي وطبعا يعني. فتحت ظهره زي ما انتم شايفين كده، وبعدين جبت شويه زبده حلوين حوالي 150 جرام، عليهم بقى معلقه من الثوم المهروس وبابريكا وكمون على وملح، شويه كده من الماسترد وشويه شبت وشويه كزبره يحلوا الكلام ده كله. قلبت بقى كل ده مع بعضه وحشيت بيه الجمبري زي ما انتم شايفين كده، وعايزه اقول لكم ان انا بحب الشكل ده قوي. وبعدين جبت طاسه فيها نقطتين زيت، وعايزه اقول لكم ان ريحه الجمبري هنا كان تحفه. والجمبري يا جماعه ما بياخدش اكتر من دقيقتين 3 على النار. وبعد بقى ما سويت كل الجمبري تعالوا نعمل صوص الباتر فلاي الخطير. في نفس الطاسه حطيت بقيه التتبيله وشوحتها كده شويه، وبعدين حطيت عليها كوبايه من كريمه الطهي. ولو مش عندنا يا جماعه وحطينا معلقه من الدقيق على شويه لبن، صدقوني هيطلع طعمها خطير برضه. المهم في ناس بتحب تحط الصوص كده فوق الجمبري وقت التقديم والكلام ده طبعا لكن صح. انا بحب انزل